زي ما عملنا حلقه لاحسن افلام في 2023، والقايمه دي كانت صعبه شويه ان انت تلاقي فيها افلام حلوه، لان فعلا ما فيش افلام كتير قوي نزلت السنه دي، بس في قايمه كانت اسهل بكتير وهي اوحش واوسخ افلام في 2023. وهي مش لازم تبقى افلام وحشه قوي، على قد ما هي كمان ممكن تبقى افلام محبطه بالنسبه لتوقعات الناس ليها، سواء كجمهور في الافلام بقى المصريه او الافلام الاجنبيه اللي احنا هنتكلم عليها. وطبعا ده رايي الشخصي، لان الافلام دي هي الافلام اللي انا شفتها، فممكن يكون في افلام وحشه كتير انا ما شفتهاش، وممكن يكون في افلام اللي انا حطيتها انتوا شايفين ان هي حلوه بس. تمام، يعني دي وجهه نظري. قولوا لي الافلام اللي ما عجبتكمش تحت في الكومنت. انت مان اند ذا واسب كوانتم مانيا. انا يا جماعه الفيلم ده كنت داخله متحمس كده، وقلت يا هيطلعوا كانج كده على طول خبط لزق، ولكن الاحباطات توالت بعد الثلث الاول من الفيلم، اللي هو احنا فجاه دخلنا في قصه متسارعه جدا، وبعدين بتكتشف ان اللي هو الفيلم ما فيهوش اي مخاطر او ما فيش اي قلق على البطل، يعني فاهم، هو كانج الاسطوري ده بيموت بنمل، فتمام. والفيلم كان محبط جدا. ابن الحاج احمد. انا الفيلم ده يا جماعه كان بالنسبه لي طب تعالى بقى خد كده قص ولزق، انا شيكو هنعمل بطوله اول مره. طيب هشام ماجد نزل فيلم السنه اللي فاتت بتاع تسليم اهالي، قصته عن اهالي بيبقوا ايه، عصابه او ناس بقى اشرار وكده. تمام. سيد رجب كان نفس الفكره في الفيلم ده. فانا بالنسبه لي الفيلم كان، حتى لو الفرضيه مكرره، لو هو دمه خفيف انا احترم ده قوي. الافيهات كلها كوميديا الحزن. وكمان احنا كنا طالعين من رمضان، والناس كانت بدات تشتكي من الموسم الاخير بتاع الكبير من موضوع رحمه احمد ده، ان هي يا عالزعيق و فقول طب خلاص بقى، دي فرصتها ان هي تعمل لنا حاجه مختلفه. الحمد لله شخصيه مربوحه طلعت لنا في الفيلم ده برضه. مفيش فايده. ده كونفرنس، فيلم سويدي. يا محنك يا محنك يا اللي بتشوف افلام سويديه، لا والله خالص. هو انا بس الفيلم ده شفته لان هو كان، الحمد لله احنا كمصريين بنعرف ان في فيلم رعب بنحطه في التوب 10 على طول، الافلام اللي بتبقى توب 10 في نتفليكس، فعشان كده شفت الفيلم ده. والفيلم يا جماعه هو من نوع السلاشر موفيز، اللي هي افلام الرعب اللي عباره عن حد جاي بيقتل في الناس وبيقطع فيهم بطريقه دمويه جدا. الفيلم ساذج، ومن اول تلت ساعه او من اول ربع ساعه انت بتجمع على طول ايه اللي بيحصل والقصه دي رايحه على فين، الى غير ان الناس السويديين، يعني حتى بقى انت اتفرجت عليه بالسويدي ولا اتفرجت عليه بالانجليزي او مدبلج عربي، الناس شكلها وملامحها وفي طريقتها في رمي الافيه دمها تقيل قوي. فاذا معاك بعض الفلوس وناوي تسافر دوله اوروبيه، لو انت لسه ناوي تسافر، انا ما اعتقدش ان حد يسافر السويد من تقل دم الناس. نبيل الجميل اخصائي تجميل. طيب بص، هو الاسم ده انت تحسه، عارف انت افلام اللي هي ايه، السبكي اللي كانت بتنزل بعد الثوره على طول، اللي هي 2011 ل 2015 كده. وهنا انا عندي عتاب كبير قوي على محمد هنيدي، في حته ان هو محمد هنيدي تقريبا من ساعه امير البحار او ممكن نقول تيتا رهيبه مفيش اي جديد. وبالنسبه لنا انا واحد من الناس اللي اتربوا على الكوميديا بتاعته. الفيلم يا جماعه هنيدي داخل على 60 سنه، ولسه طالع ان هو شاب بقى وبيكون نفسه والحاجات دي، ويعني انت معاك كاست كمان كبير جدا، ولا استغليته ولا اي حاجه. فبصراحه انا الفيلم ده كان بالنسبه لي محبط جدا، وكمان يبان فيه قوي ان الفيلم ده متصور في يومين ثلاثه كده. نيجي بقى للفيلم اللي عمل جدل، قال لك انا اول سوبر هيرو مصري. باشا الرجل عناب ده كان بيعمل فيلم تاج. طيب مبدئيا انت مش اول سوبر هيرو مصري، يعني بس علشان ايه وليه نرجع بقى، هيقول لك في كان في سوبر هنيدي، في الرجل العناب، في كان بتاع احمد الفيشاوي بيعمله اسمه باتمان ولا باتمان حاجه كده، ده كان حاجه انيميشن. فللنقطه دي تمام. تعال بقى للفكره. بص يا فناننا، انا بحبك جدا وبحب اغانيك، وانت يعني بقالنا فتره كده، فتره الفنان الشامل اللي انت عاملها دي مخيشه معانا اخر 3 افلام. انت من اكتر المغنيين اللي مثلوا ونجحوا وافلامهم جابت ايرادات. بس تعالى كده نقيسها، انا مش لازم ابقى انا المؤلف والمنتج والمخرج والممثل، فاهم، والمتفرج. يعني برضو الفيلم لا، كان نطاقه ساذج جدا. ده في حته في الهرم يا جماعه بيتفادى صاروخ وعامل كده، يعني فاللي هو مش فيلم سوبر هيروز وجو لا واحنا ننافس مارفل، ده حاطين الثيم بتاع افنجرز في الفيلم. وحيرتي في رقم 5 كنت احط فيلم هارلي ولا على الزيرو، لان بصراحه الفيلمين دول بعد التوقعات اللي الناس متوقعاها من محمد رمضان، ان هو كل شويه يقول لك انا افلامي ونمبر 1 واعلى ايرادات، كانوا محبطين قوي. بس انا حطيت فيلم هارلي. وده ليه؟ لان انا واحد كنت من الناس اللي بتتابع جعفر العمدة بيعمل ايه في رمضان، حتى لو المسلسل مش منطقي تماما، بس والله لا انا كنت مشدود وكنت حابه وحاسه حاجه مسليه كده في الشهر ده. فنيجي بقى احنا لقينا المسلسل نجح، لا تعالى بقى
احنا هنصور فيلم كده في 5 ايام علشان نلحق بقى موسم عيد الفطر، والناس ايه تدخل يقول لك ندخل من جعفر العمده لهاردي. طب دخلنا لشخصيه هاردي، يا فنان يا محمد رمضان يا جميل، انت دلوقتي يا باشا مش عشان بيقول لك هنعمل ابن ناس، هنعمل ايه بوني تيل وحلق، وبتكلم برضه انا محمد رمضان اللي بيتكلم كده وانا تعالى اخدك على الهاردي. هي يا جماعه لا، يعني الفيلم كله طب الشخصيه مش حلوه، الفيلم نفسه لا، ما فيهوش اي قصه وما فيهوش اي دافع يخليك تبقى مشدود لاي حد من الشخصيات. في ناس بتقول ان افلام السوبر هيروز في الوقت الحالي بقت عامله زي افلام الكاوبوي في الخمسينات والستينات، الناس فقدت الشغف ان هي تتفرج عليه، وده نفس الكلام اللي بيحصل في ده مارفل. فيلم انا والله العظيم اشك ان انتوا شفتوه او مهتمين ان انتوا تشوفوه، واقول لكم حاجه، عدم اهتمامكم ده انتوا كده معاكم حق. الفيلم وحش جدا من فكره ان هو مخليك تضطر اصلا علشان برضه تبقى مجمع كل حاجه في الشيرد يونيفرس بتاع عالم مارفل ده، ان انت لازم تبقى شفت مسلسل تعبان جدا زي مس مارفل، ولا تبقى متعلق بشخصيه زي بتاعت كابتن مارفل، وبيقدم لك بقى فيلن هو بيقلد فيلن تاني الناس نسيته، الفيلن اللي هو من جارديانز اوف ذا جالاكسي 1 اللي هو رونان ذا اكيوزر، وعاملين بقى الفيلن بتاعته النسخه الست، حاجه جديده جدا. وعلى غرار الكوميك بوكس يا جماعه معانا اكوا مان اند ذا لوست كينجدم. والله انا مش عارف اقول ايه. الحمد لله ان الدي سي يونيفرس ده قفل على الفيلم ده، لان هو الفيلم عبثي لابعد الحدود. اكوا مان الاولاني هو الفيلم الوحيد في عالم دي سي اللي حقق مليار دولار، واعتقد جزء من ده ان الفيلم كان لذيذ، وجزء من ده فيه ستات كتير قوي في العالم داخلين عشان يتفرجوا على جيسون مامو بس، تمام. لكن الفيلم ده لا 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 لا، ايه ده انا قاعد مفيش حبكه مفيش اي حاجه، والكوميديا سخيفه جدا. ده كفايه يا راجل ان الفيلم في الاخر يعني هو بيحاول بقى يقلبوا لك ان هو على قضيه وعلى الاحتباس الحراري وبيقفل نفس قفله فيلم ايرون مان اللي هو من 2008، بيقول لك اي ام اكوا مان وقفل كده. الحمد لله ان احنا قفلنا، ونشوف عم جيمس جان ده هيعمل لنا ايه بقى في الدي سي يونيفرس اللي جاي. طيب رقم 2 هو 2 للإيجار، وشوف المفارقة، أما رقم 2 يبقى 2 للإيجار. أنا الفيلم ده بصراحة شفته بالصدفة، الصدفة خلتني إن أنا أبقى قاعد في مكان مضطر أتفرج على الفيلم ده، لأن هو كان زي حاجة خروجة أو سفرية كده، والفيلم ده قاعد معروض قدام. الفيلم يا جماعة قمة من الكوميديا الهزلية الغير مضحكة تماما، وبنعتمد بقى فيها على ساوند افكتس اللي هي بتاعت واو 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 والحاجات دي، اللي هو لا انا قلت طب تمام، محمد ثروت وبيومي فؤاد طالعين قرايب او تقريبا ده خاله، اللي هو نفس العلاقه بتاعت ايه اكرم حسني وتامر حسني في البدله كده، بس لا الموضوع سخيف جدا وتقيل قوي. يعني الفيلم مدته ساعه ونص والله عدوا عليها كانهم 4. رقم 1 معانا يا جماعه، وهو للاسف بتاني فيلم وتاني مشاركه معانا في قائمه اسوأ افلام في 2023، وهو فيلم مرعي البريد. ايه اللي خلاني ادخل فيلمين لهنيدي في قائمه اسوأ افلام في 2023؟ جزء منها ان انا زي ما قلت لكم في نبيل الجميل ان انا واحد اتربى على الافلام بتاعت هنيدي، وبالنسبه لي ده من اكتر الكوميديانات اللي انا بحبهم. وجزء تاني هقول لكم ان هنيدي عمل حاجه بقى، والصياعه ايا كان بقى مين اللي ماسكين له السوشيال ميديا بتوعه، قال لك لا احنا عارفين يا جماعه ان انتوا زعلانين من الافلام اللي فاتت، والافلام اللي فاتت ما كانتش قد المستوى. فالناس قالت لك ايه ده حد بيسمعنا ده مستجيب، هنعمل لكم فيلم بقى دون المستوى تماما. الفيلم انا بصراحه يعني انا ما قدرتش اكمله، انا اتفرجت على اول ربع ساعه نص ساعه منه كده، الفيلم ما فيش منه كوميديا خالص، مش عارف ايه. يعني احنا قلنا هنعمل شخصيه مرعي البريمو، وهنيدي قعد بقى يتكلم عليها قد ايه الشخصيه دي كانت مستوحاه من راجل هو شافه قبل كده وبيتكلم بطريقته. لا هو هنيدي بيتكلم بطريقه صعيدي عاديه جدا. والى غير كمان برضو انا ما اعرفش، انا استغربت غادة عادل في الفيلم ده قوي، كان في انا هسميه هنا في الشانل الحزق الكوميدي، فهو الفيلم كان مليان حزق كوميدي بصراحه. وبس يا جماعه دي كانت قائمه اسوأ افلام في 2023 من وجهه نظري. اكتبوا لي في الكومنتس ايه اكتر افلام انتوا ما كنتوش حابينها او كنتوا عايزيني ازودها في الليسته، او اتفرج او ما اتفرجش عليها بقى بما ان هي من اسوأ الافلام. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في حلقه جديده. سلام.